العافية. الله يعافيك. بشكر البرنامج على الاستضافة الحلوة وبمسي على المشاهدين والأعزاء. أهلا وسهلا. أنت الأستاذ المحامي سعد أدعجة. طبعا أنت محامي ولك خبرة في المحاماة، وأيضا لك مكتب ولديك يمكن 3 محامين بيشتغلوا معك، واسمك أيضا معروف في منطقتك في طبربور. السؤال الآن يعني اللي بدور، شو في داعي لترشيح نفسك للانتخابات؟ كون يعني هل هو منصب، هل هو المادة، وأنت حاصل عليهم أصلا من المحاماة؟ أول شيء أختي من الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ابتداء يمكن إحنا خليني أرجع لوراء توجهاتنا كشباب. إحنا دائما بنحكي إنه مدام جلالة الملك هو يعني الداعم الأساسي للشباب، هو مثلنا الأعلى، هو اللي بدفع الشباب إنه ينزل للانتخابات بكافة، سواء انتخابات البلدية انتخابات النيابية. صدقيني أنا يعني القاعدة الأساسية اللي خلتني أترشح لانتخابات البلدية مجلس أمانة عمان إنه جلالة سيدنا يعني واقف خلفنا، هو اللي بدفع الشباب من خلال لقاءات جلالة سيدنا. نعم. وكلامه كثير عن الشباب ودعم الشباب. كنا كشباب